طبعا هي دي النقطة المهمة جدا. خليني اروح هاتفيا للأستاذ مجدي المتناوي عضو مجلس الإدارة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عبد الرحمن، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين الكرام. تحياتي لحضرتك. طبعا انا عارف انتوا النهارده طلعتوا بيان. حضرتك في القاهرة الأول ولا في تركيا؟ في القاهرة يا فندم. الحمد لله على السلامة. انا عارف انتوا طلعتوا بيان بيحث الجمهور على عدم اقتحام مباريات الأسبوع ال17. النهارده في استعدادات مختلفة للمباراة ولا يعني عادي؟ والله هي مشكلة، بس يعني احنا بنناشد جماهير الالتراس الالتزام بالتعليمات وعدم حضور المباراة، لأن حضرتك المشكلة مش مشكلة المباراة دي بس، المشكلة فيما بعد. يعني مشكلة المباراة دي الأهلي هيخسرها 3-0 لأن التعليمات واضحة. في حالة دخول الجماهير الحكم هيلغي المباراة وهتكون الجونة فايزة. هيلغي المباراة يوقفها؟ هيلغي المباراة على طول يعني مش هيكملها حتى هيلغيها؟ لا هيلغي المباراة. هيلغي المباراة. طيب إذا حصل الله لا يقدر أي مشكلة في استاد الدفاع الجوي، هل تتوقع بعد كده ان استاد الدفاع الجوي هيستقبل ماتشات اهلي؟ اطلاقا. لان استاد الدفاع الجوي هو الاستاد الوحيد دلوقتي اللي هيستقبل مباريات الاهلي والزمالك في افريقيا. معنى حدوث مشكله النهارده في استاد الدفاع الجوي يبقى الاهلي والزمالك مش هيلاقوا ملعب في مصر كلها يلعبوا عليه ماتشات بطوله افريقيا. فبالتالي معرضين كمان انهم يروحوا يلعبوا بره مصر. يعني انت بيعاقب الناس، الجمهور الاهلي النهارده بيعاقب الاهلي، ده بيعاقب عقاب شديد. ده بعد كده الاهلي مفيش الثلاثه تقابلوا برج العرب. مش فكره 3 نقاط مقفول. استاد القاهره مقفول. الاستاد الملعب الوحيد اللي بيستقبل هو الدفاع الجوي وبرج العرب. ومع برج العرب اتقفل. برج العرب ايه اللي في اسكندريه اتقفل؟ مقفول من فتره عشان اخر ماتش اصلاحات وكده. رفض برضه اوكي. لا مقفول خالص، لا دوري ولا افريقيا ولا اي حاجه. برضه كان اخر ماتش في تصرفات جماهير الالتراس في ماتش بطوله افريقيا للنادي الاهلي وتذكر الكيني. تذكر الكيني اتقفل الملعب بعديها. طب النهارده لو حصلت مشكله برضه واتقفل ملعب الدفاع الجوي، هيلعب فين الاهلي والزمالك؟ يبقى بره مصر. احنا بنضر بره مصر. ده بقى الحل البديل خلاص. يعني واضح ان انتوا استقريتوا على كده. مش في ايدينا احنا. اولا ده الاهلي والزمالك هم حرين يدوروا على ملعب، لكن انا بقول لحضرتك ده هيبقى ده الارجح. طب بقول لحضرتك ايه، يعني دلوقتي الدوره الرباعيه، اصل النهارده الالتراس هيخش الملعب. يعني احنا خلينا نبقى منطقيين. هم اعلنوا، ما فيش مره اعلنوا فيها حاجه الا لو حصلت فعلا، لكن انا بتكلم انه الدوره الرباعيه دي فعلا الحل البديل ليها انها تبقى خارج مصر، يعني او ما عندكوش اختيارات ثانيه. ده كان مطروح، وشايف ان يعني كانت فكره مطروحه، لكن مش ما اتطرحتش على مجلس اداره او ما اتناقشتش. دي كانت فكره كده من ضمن مطروحه. لكن انا مش بتكلم على الدوره الرباعيه حضرتك. انا بتكلم الدوره الرباعيه ممكن نلاقي اي ملاعب هنا في مصر. يعني ممكن تروح تلعب في الجونه، ممكن تلعب في اسوان، ممكن تلعب في يعني ممكن. انما بنتكلم على ماتشات افريقيا، ماتشات بطوله انديه افريقيا. انت النهارده بتحرم الاهلي والزمالك بدخولك الملعب، وعمل مشكله في الدفاع الجوي، بتحرم الاهلي انه يلعب في مصر نهائي. تمام. طيب حضرتك كعضو مجلس اداره برضو، معلش انا يعني عارف انت مش بتتكلم على الدور الرباعي، بس انا بتكلم على الدور الرباعي. حضرتك كعضو مجلس اداره لما يطرح هذا الاقتراح على مائده المجلس وفعلا يعني الدنيا ضيقه والملاعب رافضه وكده، وجه حد اقترح عليك قال لك نعملها مثلا في بلاد بره مصر، والاختيارات هتبقى كتير جدا على فكره. يعني مبدئيا قطر، الامارات، الكويت جاهزين مثلا، ده تخيل يعني. والله اذا استحاله تنفيذها في مصر يبقى مفيش حل انها تعملها بره مصر. نفترض استحاله تنفيذها في مصر، في حاله استحاله تنفيذها في حاله استحاله تنفيذها في مصر الدوره الرباعيه يبقى تستقبل بره. انما اذا في امكانيه انها تقام في مصر في اي ملاعب يبقى اهلا وسهلا. انما في حاله استحاله تنفيذها ما تتلغيش، تتلعب بره احسن ما تتلغيش. هندرسها الاول مدى شرعيتها القانونيه من الاتحاد الدولي. اذا ما فيش مشكله من الناحيه القانونيه في الاتحاد الدولي يبقى برضه يعني هتدرس من كل الجوانب، هتطرح للمناقشه بقى في الوقت ده. تمام. انما المشكله دلوقتي انا شايف ان الدنيا بنصعب على نفسنا الامور اكتر واكتر. يعني احنا بنصعب على نفسنا الامور. يعني ده ماتش مش هيفرق مع الاهلي طبعا، ماتش مش هيفرق. فاحنا برضو من خلالك عبد الرحمن بنناشدهم التزام الهدوء. وحسب معلوماتي ان السيد وزير الرياضه وعدهم بحضور الدوره الرباعيه. ما فرقتش ماتش الاهلي النهارده مع الجونه بالنسبه للاهلي. انتوا اتكلمتوا مع سياده الوزير العمري فاروق على موضوع الدوره الرباعيه والجمهور ده؟ لا احنا انا قريت في تصريحات ان العمري فاروق وزير الرياضه قال لجمهور الولايه نادي الزمالك ان خلاص يعني التزموا وتحضروا الدوره الرباعيه.
طب خلاص يعني الامور كلها بسيطه يعني. ما اجتمعتوش مع وزير الرياضه قريب يعني، حد من اتحاد الكوره؟ لا والله كلها عباره عن اتصالات تليفونيه، لان هو انا حسب معلوماتي برضه انه جدوله مشحون وان هو مسافر تقريبا في الصعيد. وما جاتش سيره الجمهور ولا الدوره الرباعيه خالص؟ لا ما اتطرحتش لسه. اصل الدوره الرباعيه احنا بس نخلص الاول من الدوري الاساسي. يعني احنا نخلص الاول من ال 17 وال 18 دول، وبعد كده نبدا نفكر في اللي جاي. يعني فيما يخص يوم 30/6 برضه ده قلقكم على الدوره الرباعيه شويه؟ يعني مش دوره رباعيه بس كمان يعني كابتن عبد الرحمن، دوره الهبوط. يعني لا ما هو يعني الدوره الرباعيه دي مقصود بيها هنا وهنا، يعني مقصود بيها فوق وتحت. يعني عندك مشكلتين كبار، فبس نعدي الامور، نعدي الاسبوعين دول والامور تبقى هاديه كده باذن الله ونلعب في القاهره. لا تمام. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.